ما هم اللي زي دول اللي جايبين سمعة الزمالك لورا وهيضيعوه. الناقد الرياضي احمد حمود اللي انا اول مره اسمع عنه بيقول لك ايه يا سيدي، بيراميدز هو زعيم القاره عشان كسب 3 بطولات القاريه السنه دي. قول يا باشا مش هراجع وراك. عايز تقول خد مكان النادي الاهلي قول، ما بتصدعنيش ما بتشغلنيش. لكن انت بتتكلم على منافسه ما بين بيراميدز والاهلي، يعني لسه الاهلي في المنافسه. بدراعي هرجع لمكانتي وده الطبيعي، هي كره القدم كده. يمين شمال، منافس اخر، قطبين لا مؤاخذه في الملعب. فين الزمالك؟ ضيعتوه، نسيتوه. انتوا بقى المشكله بالنسبه لكم مين اللي هيوقع الاهلي، مين اللي هيخسر الاهلي، مين اللي هيوقف الاهلي. ولكن الزمالك مش مهم، عادي. احنا متعودين، احنا كده كده منكسرين. عادي ان احنا بنزيط وبنهلل على كل جون، نكسب مباراة ب3 نقاط. لكن المهم طالع يقول هو وغيره ان المنافسة بقت بيراميدز اهلي. لك ان تتخيل اللي بيقلل ويقزم الزمالك منتمين لنادي الزمالك. ليه؟ تفكيرهم محدود، كارهين الاهلي ومش شايفين غير النادي الاهلي، ولو شافوا حاجة تانية يبقى اندهلي. فرحان بيكو، مبسوط بيكو، كملوا على كده.